مساء الخير يا استاذ شريف. كده الغسالة حضرتك بعد ما ركبنا الكارتة السلام دورت عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دورة كده والاشتراك في بمية القناة فاضية. تشجيعا لنا لنستمر ماشي. بنشر المزيد إن شاء الله. بس حضرتك كده الموتور المفروض بيلف شمال، ادي اتجاه اللفة الشمال بطيء. تمام. هتبدأ هنا كده بتلف بطيء شمال أو يمين بعكس الاتجاه التاني كده. ماشي. ادي مكان الكارتة، وادي هنا مكان الكارتة الرئيسية المتحكمة في كل حاجة زي ما حضرتك شايف. ادي مكان خرج الريسيفر من هنا. السلوك كلها ملمومة بطريقة كويسة اهي. وادي بطيء شمال ويمين. هجرب كده وهجرب اخليها تاخد ميه وتطرد ميه اهو. زي ما حضرتك شايف كده تقسيمة الكارتة كلها بالضفيرة اهي. نشكر ربنا كده الدنيا تمام. ولسه هجرب بحمل بسيط دلوقتي بقى. البكرة دي خلاص، دي منظر كده على الفاضي. البكرة والزراير دي كده منظر على الفاضي. تمام. دي حاجة. تاني حاجة، انا لغيت لوك الباب علشان لما يبوظ ما يضربش الكارتة. انا بعمل الحركة دي على طول في كل الغسالات اللي بعملها. بلغي لوك الباب. الباب قافل كويس اهو تمام، ما بيفتحش لوحده، بس انا لو حبيت افتح دلوقتي هفتح، هيتفتح معايا. طبعا انا مش محتاج افتح الباب الا لما الغسالة تخلص دورتها. تمام. يعني اللوك هنا اهو، لو حضرتك بصيت كده اهو اللوك تحت اهو، انا مش موصل له كهرباء خالص. ليه؟ عشان لما بيبوظ بيضرب الكارت. فانا هجرب بقى كده دوره بغسيل واطرد الميه واجرب كل حاجه. بص حضرتك بقى، اللي انا كنت عامل حسابه الترومبه دي بايظه، باظت من الركنه بمعنى ادق، قفشت. الطرد بتاعها ضعيف جدا. هغير ترومبه جديده اهي. حبيت اوريها لحضرتك قبل ما افتحها. بص، ميدن ايطالي. تمام. قبل ما افتحها دي الترومبه دي القديمه دي كانت كفيله انها تطير لي الكارتة الجديدة. ادي الترومبة الجديدة، اتحاد اوروبي. تمام. نغير ونجمع ربنا يسهل بقى. نبارك تاني. ادي بعد ما غيرنا، ادي ما هي. بص، ريشة مش مظبوطة خالص. ادي الجديدة ترميها. تمام. بص حضرتك برضو من ضمن الحاجات لما غيرت الترومبة. تمام. بص كده بقى حضرتك بتعصر اهي. ادي طرد المية من العصر كده. الغسالة بتعصر عصر بطيء. ماشي. ادي امبير العصر. ماشي. الغسالة من الركنة كل الكاوتش اللي فيها باظ. الكاوتش المساعدين فرول اهو، انا لسه شايفه دلوقتي. بص بص اللي حصل ده. كاوتش المساعدين رقم فارغ اهو. المساعدين سايبه خلاص كده. المساعدين ثابت اهو.
طبعا اول ما الغساله عصرت بص البودره اللي نزلت من المساعدين، ده الكاوتش الحشو اللي جوه المساعدين فرط ونزل اهو. كده هنغير مساعدين كمان لان الغساله اترجت جامد قوي اول ما عصرت بسبب المساعدين ثابت خالص اهي. كده بتاخد ميه تاني بتاعت الشطف اهي. كده ميه الشطف اهي. بص كده التشريف كده انا فكيت المساعدين اهو. المساعدين دول بيبقى مكانهم هنا. بص انا عايز اثبت الكاميرا بس عشان اوري لك الفرق ما بين المساعدين دي والمساعدين دي. لو كده يبقى واضح. بص المساعدين دي خفيفه خالص، الحشو اللي هنا اول عشان نشف اول ما الغساله عصرت مفيش. ادي التاني اهو خفيف قوي. بص بقى المساعدين الجديده بص الشحم حتى بتاعه. بص القوة قد ايه اهو، تاخد ودي تقيلة واخد بالك. لا فرق جامد، فرق جامد بين دي ودي. تمام. نغير بقى المساعدين ونرجع نجرب الغسالة دورة تاني بقى واوريلك صوتها في العصر عاملة ازاي. ربنا يسهل. كل حاجة بعملها مع حضرتك ايه جزء جزء. ودي حتى الترومبة دي لما غيرناها نضفت الخرطوم ده تمام ان شاء الله يعني ظبط. والموتور ده كان صوته خشن قوي عملت عليه صيانه ان شاء الله خير. انا بص كده بظبط لك الغساله بالكامل عشان ان شاء الله كده تاخدها ما يبقاش فيه حاجه اي حاجه تاني بامر الله. مساعدين طرمبه الفلتر اهو اللي اتغير ماشي. عندك بقى ميزان الميه وحساس الحراره والكارتة وتفرطها. يعني احنا عملنا غسالة كده يا استاذ شريف. اغير ده كده واركب واوريها لك. بص كده بقى يا فندم السلام التجربة عليكم. النهائية اهي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وصلنا تشجيعا لمرحلة لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ادي الشمال البطيء تمام. ادي الفلتر مفيش اي نقطة مية نازلة بعد ما اتغير. وادي كده هتلف يمين بطيء. ادي اليمين البطيء اهي ماشي. مركز الراعي الصالح مهندس مجدي مطر مهندس ابانوب مجدي. الحمد لله احيينا الغسالة بنعمة ربنا زي ما حضرتك شايف. ادي الكارتة الجديدة وادي ميزان المية الجديد بتاعها وادي الريسيفر وخارج كابل الريسيفر تمام. ادي الضفيرة ملمومة اهي. بص كده حضرتك الحلة ثبتت الاهتزاز بتاعها بقى غير الاول خالص. المساعدين كربشت فيها اهي. وادي المساعدين الجديدة اهي جوه ماشي. وادي المساعد التاني. بص حضرتك باين البودرة اللي واقعة من القديمة اهي. وادي الترومبة الجديدة جوه اهي واضحة. وادي ده سنسور حرارة اتغير اللي جوه السخان. يعني ترومبة ومساعدين سنسور حرارة تمام. وعملنا شغل في الموتور وميزان المية ودي الكارتة ودي الريسيفر. احنا عملنا لحضرتك غسالة جديدة كده. كل القديم اللي عند حضرتك في الغسالة بتاعتك صمام المية تمام. ده كده اللي ما غيرناهوش. لوك الباب ما جيناش ناحيته احنا لقيناه بس تمام. يبقى كده قطعتين. الموتور اتعمل فيه صيانة والبلي بتاع غسالتك الحمد لله ما شاء الله زي الفل. دي كده الحاجات اللي في غسالتك ما اتعملتش تمام. والموتور اتعمل فيه صيانه كان سوء يعني كان يكاد يكون الموتور قفش مش قادر يلف تقل قوي تمام. فكده ما شاء الله الدنيا زي الفل. هوري لك هوقف الفيديو دلوقتي عشان ما يطولش تمام. هوري لك الطرد والعصر بتاعها اول ما تبدا تطرد وتعصر. كده بدات تطرد
ما شاء الله. بص الطرد بقى، قوة الطرمبة عاملة ازاي. انا مسحب المية على جوه اهي. انا مخليها بره هنا، مرضتش ادخلها جوه علشان ايه؟ ابقى براحتي في موضوع المية والتجربة. تبدأ تطرد دلوقتي. تبدأ ايه؟ تخش في العصر. انا عايز اوري لك كمية الكروت بتاعت الموديلات اللي مش موجودة في السوق، وركبنا لها كارتة بديلة زي كده بسبب موديلات ما كانتش موجودة جوه في الورشة. يعني هوريها لك لحظة. بص حضرتك الكروت هنا قد ايه. كل دي كروت موديلات مش موجودة اهي. كل دي كروت اتبدلت الحمد لله، غير الصيانات اللي اتصلحت. كروت اتبدلت واتعمل لها صيانات. بص تاني دلوقتي على الغسالة وهي تبدأ تعصر. كده بتقلب غسيل. الغسيل ده على فكرة مش غسيل منزل، لا دي قطع قماش كتيرة في الورشة هنا للتجربة يعني. انا مش عايز اقطع الفيديو عشان اوري لك نقلة العصر. وهي دلوقتي الغسالة الكارتة بتخلي الغسالة توزن الغسيل وتوزعه في جوانب الحلة قبل ما تخش سرعة العصر العالية كده. دي عملية توزيع للغسيل، شمال ويمين بطيء زي ما حضرتك شايف. وهبعت لك الفيديو اللي فيه شرح البرامج بتاعة الغسالة دي كلها. يعني دلوقتي ده بقى برامج جديدة، هبعت لك الفيديو اللي انا بشرح فيه كل البرامج بالتفصيل. بص كده الطرمبة كده ما بتطلعش ميه. حلو. اول ما الغسالة هتلف بسرعة العصر العالية، سامع صوت التشحيطة ده صوت الطرمبة الجديدة ولا الفلتر الجديد. دخلت في العصر ماشي. انا عند الارض هنا مش مظبوطه. بص كده بقى. طبعا انا فاتح الغطا. لما هقفل الغطا طبعا الصوت ده هيقل ومش هتشوف الاتزان. الاتزان الحقيقي مكان ايدي انا هنا كده. بص انا ايدي ثابته ازاي. مالناش دعوه بقى بالحله اللي بتهز جوه، لان الفايبريشن اللي جوه ده من المساعدين والسوسته هم اللي بيمتصوا الاتزان. انما باسم الغساله قدامنا ان هو ثابت اهو. دي كده عصره اولى هتقف، وبعد كده هتعمل ايه؟ هتكمل عصر تاني. عشان ما اطولش البرنامج بس انا هوقف الفيديو، عشان قصدي ما اطولش الفيديو هوقف عشان لغايه ايه قبل الاخر وهوري لحضرتك تاني. هي كده وقفت اهي عشان انا بجيب برنامج الشرح. بتاخد ميه تاني اهي، ميه الشطفه الاخيره. بص حضرتك بقى كده دي اخر عصره. بص سرعه العصر عامله ازاي. بص اتزان الغساله من بره عامل ازاي.
بالك كده؟ ميزان الغسالة ما شاء الله، بص كده فصلت اهي. واخد بالك؟ انا كده فضلت معاك ايه؟ اخر بروجرام. بص بقى لو حتى لو اوري لحضرتك اخر حاجة دي اخر حاجة بقى في البروجرام. شايف علامة السبين اللي عمالة تنور وتطفي دي؟ الفلاش بس بتاع الموبايل ضارب فيها. دي هتفضل تنور وتطفي كده. الغسيل كله اتعصر. هتبدأ تلف لفتين يمين ولفتين شمال عشان تفك الغسيل كله من بعضه. تمام. الكلمتين اللي في الفيديو الأخر دول أهم حاجة في الموضوع كله، برضو لازم حضرتك تاخد بالك منهم. أنا مش عايز إن أنا إيه أقطع آخر حاجة دي. بص كده حضرتك كده هي بتفك الغسيل بطيء شمال لوحده. طول ما علامة السبين لسه عمالة تنور وتطفي كده لسه الغسالة ما خلصتش. كده بتفك الغسيل برضو شمال بعد ما اتعصر جامد. انا كده بسلم حضرتك الغسالة شغل بروجرام كامل، كأن حضرتك متواجد معايا خطوة خطوة. بص كده كل ده هي كده بتفك الغسيل اللي اتضغط في بعض وقت الايه، وقت العصر. خلاص هي كده فاضل لها نص دقيقة ولا حاجة. كده انا جربت دورتين كاملين. بس كده الغسالة خلصت. واخد بالك؟ سبيني طافت خالص اهي. الغسالة هتفضل الكارتة منورة، لو انا فضلت سايبها كده هتفضل منورة، ما ينفعش بقى اسيبها كده. تمام. وادي الباب بيفتح معايا عادي اهو خلاص. تمام. حاجة تانية أخيرة، في أي وقت حبيت تفتح الباب والغسالة شغالة هيتفتح، فطبعا ما افتحوش طول ما الغسالة شغالة عشان احنا لاغيين اللوك زي ما قلت لحضرتك. دي حاجة. تاني حاجة اللمبة الكارتة هتفضل منورة. اما تخلص هروح اعمل ايه؟ داس على الباور طفيتها. اللي أهم بقى من إن أنا طفيتها، أهم حاجة إن أنا لازم أفصل الكهرباء، أفصل الفيشة خالص. كده أنا فصلت الغسالة فعلا. إنما كون إن أنا طافي الكارتة من غير ما أطفي الغسالة، وكون أنا طافي الكارتة من غير ما أشيل الفيشة، أنا كده موصل كهرباء للكارتة، وفي أي وقت الكهرباء بتاعي بتوطى هتحرق الكارتة. اتفقنا؟ الكلام ده مش على الغسالة دي بس، الكلام ده على أي جهاز شغال بكارتة. طالما أنا طافيه مش مشغله أشيل الفيشة لو سمحت. اتفقنا؟ كده الحمد لله الغسالة جاهزة على التسليم. هركب بس الخرطوم ده واركب انا مش هينفع اركب الظهر على فكرة، عشان اركب لك مسامير التثبيت اللي في الحلة دي عشان لما تيجي تشيلها. والغسالة لما تيجي تتشال بعد اذن حضرتك تبقى متشالة على ظهرها، ما تحطهاش على الجنب. يعني وش الغسالة ده، وش الغسالة يبقى هو اللي من فوق، والظهر ده هو اللي من تحت. اتفقنا؟ والمفروض اصلا الغسالة تتشال واقفة، يعني ده المفروض. سلام. تمام. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.